كثير من الألقاب والشخصيات هناك زعيم لا يمكن أن ينساه العرب. أهلا بكم في الحلقة التي أعددناها لكم عن مهيب الركن صدام حسين. صدام حسين المجيد رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة. نحن أهلها يسقط موت. تحيا الأمة، تحيا الأمة. القوي الكثير الدفع والصدم، تختصر تلك الألقاب في اسمه وشخصيته. هو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، واجه إسرائيل وأمريكا، وأول قائد عربي يدخل في صدام مع دولة عربية. لقب بالدكتاتور رغم أنه كان محبوبا على المستوى العربي، وكان شوكة في حلق الكثير من الدول الأجنبية حتى أعدموه تلفيقا، ونطق الشهادتين أثناء تنفيذ الحكم عليه. وقال أخيرا: يعيش الشعب، تعيش الأمة، يسقط الغزاة، يسقط العملاء، الله أكبر. ولأن صدام حسين من أكثر الزعماء العرب إثارة للجدل، أبرز الحقائق التي عرفت عنه. قالوا الأمريكان فلا تقدر لا أنت ولا أبوك يجيبني إلى مكان مثل هذا. صدام حسين عبد المجيد التكريتي يعد رابع رئيس لجمهورية العراق في الفترة ما بين عامي 1979 و2003، وخامس حاكم جمهوري للجمهورية العراقية ونائب رئيس الجمهورية العراقية. في 5 نوفمبر لعام 2006 أصدرت المحكمة قرارها بالإعدام لصدام حسين بالشنق حتى الموت بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية. ونفذت المحكمة في 30 من ديسمبر لعام 2006 والسلطات الأمريكية حكم الإعدام فجر أول أيام عيد الأضحى. وتمت عملية الإعدام في مقر الشعبة الخامسة في منطقة الكاظمية، ليكون أول رئيس ينطق الشهادة عند وفاته على الهواء مباشرة وهو يعدم شنقا. ووصف المحللون محاكمته بأنها تلحق العار بالعرب، بأن يعدم رئيس عربي في صباح أول أيام عيد الأضحى وعلى يد الأمريكان. خاض حربا ضد إيران استمرت 8 سنوات، وهزمهم وقتل من الروافض مليوني إيراني. قصف عدة مواقع إسرائيلية في تل أبيب وحيفا وغيرها ب39 صاروخا من سكود لحرب الخليج الثانية عام 1991. وأعلنت إسرائيل حينها أنها لن تنجر إلى القيام برد على الصواريخ العراقية وتحدي حكام العرب بإطلاق صاروخ واحد. يعد صدام حسين أول قائد عسكري يدخل في حرب قوية ضد أكثر من 30 دولة، وهو بنفسه يقاتل فيها وجيشه. وسميت هذه الحرب بأم المعارك وعاصفة الصحراء وحرب الخليج الثانية. وأول حاكم عربي يهدد دولة عربية شقيقة ويحتلها، وتمثل ذلك في احتلاله للكويت عام 1991. صدام حسين يمتلك أعلى رتبة عسكرية في العالم، وهي مهيب الركن. فبحسب مصادر عراقية في عهده كانت المرأة العراقية تسمى بالماجدة، ومن سابع المستحيلات أن ترقص أو تتعرى على شاشات التلفزيون. وفتح صدام حسين باب مشاركة المرأة في الجيش، لكنه اشترط عليها شرطين اثنين: أن يكون لباسها ساترا محتشما، وأن تضع الحجاب الشرعي على رأسها. قال ملك المغرب الراحل محمد السادس عندما كان يتكلم صدام حسين: كنا صامتين كأن فوق رؤوسنا الطير. قيل إن الوزراء في حكومته كانوا لا يستطيعون سرقة دينار واحد لخوفهم من العقاب الشديد، ولكون زميلهم ووزير المالية السابق في سنة 1982 سرق من خزينة الدولة مبلغا لا يتجاوز 5000 دينار. فلما علم عنه صدام عاقبه بأن تقطع إحدى كليتيه وتباع، والمبلغ يرد إلى خزينة الدولة، وبعد قطع إحدى كليتيه يرجع مرة أخرى كوزير، وإذا سرق تقطع كليته الأخرى، وليكون رادعا للوزراء البقية إذا فكروا فقط بالسرقة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. كان صدام حسين أول حاكم عربي ينطق الشهادة عند وفاته، والعالم يشاهده بالتلفاز صوتا وصورة وهو لا يخاف الموت. وقال لسوريا ولبنان: أعطوني حدود بلادكم أسبوعا وسأحرر فلسطين. يتهم البعض صدام حسين بأنه كان دكتاتورا وسفاحا، وآخرون يصفونه بالبطل والشهيد.
أخبرنا أنت برأيك في صدام في شريط التعليقات. عشرات الآلاف من المآسي والقصص الدامية والمؤلمة وقعت في العراق منذ إسقاط حكم الرئيس الراحل صدام حسين، لم يكتب عنها بعد، لتظل قضية إسقاط العراق هي قضية القرن بامتياز.